بعد الهزيمة المذلة للمنتخب الجزائري أمام المنتخب الموريتاني أمس الثلاثاء بهدف للأشيء في ختام جولات دور المجموعات، والتي ترتب عنها خروج صاغر من الدور الأول للكان، أعلن المدرب الجزائري جمال بلماضي استقالته رسميا من تدريب المنتخب الجزائر بعد فشله في التأهل لدور الثمن من المونديال الإفريقي بكوت ديفوار. ولم يتقبل الجمهور الجزائري الخروج المبكر لمنتخبه من دور المجموعات وحمل كامل مسؤوليته للمدرب جمال بلماضي والجامعة الجزائرية لكرة القدم، فيما تعرضوا بلماضي لجلد إعلامي عنيف للإشارة. فالمنتخب الجزائري لكرة القدم خرج من الدور الأول في دورتي الكامرون وكوت ديفوار تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، الذي يتصدر أجور المدربين المشاركين في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمبلغ يفوق 200 مليون شهرياً.